طب انا بقى النهارده هرضي ذمتكم. يرضي مين يا جماعه؟ يرضي مين لما يكون بكوبايه ونص سكر بس هتعملي ما شاء الله الكميه دي؟ عاوزه اقولك والله احلى طريقه للملبن هتعمليها، انجح طريقه، هينجح معاكي من اول مره. زي ما انت شايفه كده بيمط وطري وطعمه خطير. شايفين الكميه قد ايه؟ طب يرضي مين بقى اللي انت تروحي بالغالي تشتريه ونقول الاسعار؟ طب ما احنا هنعمله النهارده مع بعض. طريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، مش هياخد منك وقت ولا مجهود. شايفين الجمال؟ طب تعالوا بس كده الأول نسمي الله ونصلي على رسول الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. قبل ما ابدأ الفيديو حطي لايك، الفيديو يستاهل، واعملي مشاركة علشان الكل يستفيد. طيب معانا كده كوباية ونص سكر، هنحط عليهم كوباية ونص مية، يعني بالظبط الكوباية عليها كوباية، كوباية ونص عليها كوباية ونص. زودي بقى المقادير او قلليها زي ما انت عاوزه. هنحط عليها فنجان عسل كلوكوز، العسل الكلوكوز رخيص يا جماعه. هنحط عليها قد معلقه ماء ورد، هنحط عليها عصير نص ليمونه. تمام كده؟ طيب معانا نص كوبايه نشا، ممكن نزود لو احتاجنا يعني معلقه تاني، بس احنا نحط الاول نص كوبايه وبعد كده هقول لكم لو حسيتي اللي هي هتحتاجها هقول لك هتزوديها ازاي. لان النشا برضو بيختلف زيه زي الدقيق، في نشا بيربط بسرعه وفي نشا لا. نص كوبايه نشا حطينا عليه حبه ميه كده لحد لما دوبناه ميه بارده. معانا ايه كمان اللي احنا حطيناهم دول؟ 3 معالق ونص جيلاتين. كل الحاجات دي موجوده عند العطار وسعرها معقول يا جماعه. طب حطينا الحاجات دي كلها كده على النار لمدة ايه؟ لمدة 10 دقايق. جبنا النشا كده قلبناه تاني لانه طبعا بيترسب تحت، ونزلنا عليه بعد ما غلينا المية مع السكر مع عصير الليمون مع ماء الورد او ماء الزهر او الفانيليا اللي انت عاوزاه. خليناهم يغلوا 10 دقايق ونزلنا بالنشا. هنا بقى انت بتشوفي مقدار النشا، لو حسيتي ان المية سايلة قوي هتحطي مية تاني حبة معلقة في ايه، في حبة مية صغيرين وتزوديهم. تمام. هنا احنا حطينا بقى ايه اللون الاحمر طبعا علشان ده ملبن احمر برضو بيتباع عند العطار، قولي له عاوزة اللون الاحمر بتاع الطعام. هنخليه بقى يغلي لمدة قد ايه؟ لمدة ربع ساعة. تمام كده؟ بعد ما يغلي لمدة ربع ساعة هنجيب الجيلاتين ونزود عليه مية سخنة ونقلبه اهو زي ما انتوا شايفين كده. طيب وهننزل عليه على الخليط بتاعنا ونقلب على طول. اوعي تزودي اكتر، مثلا يعني انت هتشوفي القوام يتقل معاكي كده. طب لو انت زودتي النار اكتر من كده او المدة اكتر من كده على النار ممكن ينشف منك ويحطب منك. تمام؟ يبقى عامل زي البونبون الناشف. تمام كده؟ طيب يعني هنسيبه كده في حدود من ربع لتلت ساعة على النار. بعد كده هننزل بكمية السوداني دي كوباية كده، كوباية كبيرة يعني، او الكميه اللي انت حباها او اي مكسرات انت عاوزاها. ممكن تحطي لوز، ممكن تحطي كاجو، اللي انت عاوزاه. هنجيب بقى علبه ونحط فيها حبه ميه كده، نبلها ميه بس علشان نحط عليها الكيس والكيس يثبت زي ما انت شايفه كده. ونحط على الكيس نقطتين زيت ونبتدي ان احنا ندهنهم كده، والخليط سخن وهننزل بيه على طول. تمام؟ كل حاجة يعني ايه يبقى سخن، ما تسيبوش يبرد علشان ما يجمدش معاكي. شايفين الخليط عامل ازاي؟ طيب هقولك حاجة، لو انت بتعملي سهي عليكي والخليط سبتيه كتير على النار ونشف منك زي ما قلتلك، هيترمي كده ولا نقدر نعالجه؟ انا بقولك الحاجات اللي ممكن تحصل معاكي. لا، هتقومي جايبه حبه ميه سخنه وتزوديه ويغلي غلوتين وخلاص، على كده هيبقى ايه، يطرى معاكي. انا هنا الكيس علشان نسيت اقولك برضو دهنته زيت، الكيس اللي كان متبقي يعني، ورحت غطيت بيه الملبن. ليه بقى؟ علشان يتفك معايا بسهوله كده. طبعا انا هنا حطيته في التلاجة لمده ايه 3 أو 4 ساعات او لحد ما يجمد معاكي. ممكن تعمليه من بالليل وتبتدي تقطعيه الصبح. شايفين الجمال متماسك وعامل ازاي؟ والله يا جماعة والله أحلى ملبن هتاكليه، والطريقة دي هتعتمديها ومش هتشتري من بره تاني خالص. وانتظروني برضو بعد ما نخلص حلاوة مولد النبي، هسيب لكم تطبيق فيه المواصفات بتاعتي كلها بتاعت حلاوة مولد النبي، كتابة، علشان برضو لو انتي مثلا النت مش شغال عندك وحبيتي تعملي كده في قبل مولد النبي، هتلاقيه الحاجات موجودة بقى كتابة ومواصفات وكله، يعني في كتابة وفي فيديوهات اللي انتي عاوزاه.
ابتدي بقى قطعيه زي ما انت شفتي كده، بس زي ما قلتلك تسيبيه لما يبرد تماما ويتماسك، يعني مش اقل من 3-4 ساعات في التلاجة او من بالليل للصبح. بصوا بقى الكمية قد ايه، بصي مطاطي وجميل ازاي. الطعم بقى مش قادرة اقولك على جماله، لا خد وقت ولا مجهود ولا تعب. وبنروح نلغالي كل حاجة يا جماعة بقت غالية جدا، فحرام بجد اعملي كل حاجة في البيت. اهو شايفين جماله، بصوا عامل ازاي، خطير بجد والله. طب بذمتكم مش يستاهل لايك؟ طب علشان خاطري اعملي مشاركة، علشان لما بتعملي مشاركة الفيديو بيظهر لأكبر عدد، علشان اخواتك وحبايبك يستفادوا. الأسعار بقت غالية وفي ناس أصلا ما بقتش تقدر إنها تشتري أي حاجة، فبكوباية ونص سكر وحبة مكونات بسيطة هتقدري تعمليه. كمان تقدري تشتري اي علبه كده من عند بتوع البلاستيك، الاكياس البلاستيك او خامات الحلواني، وتحطي فيها الحاجه بتاعتك بتاعت حلاوه مولد النبي، علشان ولادك كده يشوفوا الحاجه بشكلها الجميل، هيحسوا ان انت جايباها من افخم المحلات. تقدري كمان تقطعيها مكعبات زي انا ما قطعت كده، او تسيبيها حاجه طويل يعني عادي، قطع طويله. وتقدري كمان تلفيها بسلوفان وتحطيها، بس زي ما انت شايفة كده هيقعد معاكي ولا هيلزق ولا اي حاجة. حطيها بقى في التلاجة وبألف هنا وشفا. وما تنسيش تعملي لي لايك واعملي لي متابعة، ومكملين مع بعض حلويات مولد النبي. ان شاء الله بإذن الله هنعمل كل حاجة مع بعض. انتظروني في فيديو جديد، واقول لكم ايه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في حفظ الرحمن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة، باي باي.